اللي بتمر بيها مصر، وإذا اعتبرناها على سبيل المثال كبوة أو هو معينة بتقع فيها السينما المصرية في الوقت الآني، هتمر بسلام ونعتبرها عارض زي أي عارض مس السينما المصرية في فترة من الفترات، ولا كبوة كما رآها بعض المنظرين وبعض القائمين على العملية السينمائية والمنتجين الكبار؟ قالوا يعني هي 3 سنوات لما تبدأ السينما المصرية تفوق من هذه الكبوة وتنتعش مرة أخرى. في سؤال مهم جدا كمان، يا ترى القائمين على العملية السينمائية المبدعين، النجوم الكبار والصغار، المنتجين، المؤلفين، المخرجين، هل منهم مجموعة من الأشخاص هيستسلموا للإحباط واليأس وهيرتكنوا لهذه الفكرة ويخافوا يخرجوا من بيوتهم عشان الإرهاب والممارسات الإرهابية والممارسات العنيفة، وكمان علشان هم ملتزمين بفرض حظر التجوال اللي كان الأول 7 وبعد كده بقى الساعة 11، وفي بعض الناس بتقول إنه من المقرر إن هو يعني يبقى للساعة 1 ويبقى فيه مساحة واسعة أكتر، وبالتالي الزمن الموجود ده الخاص بحظر التجوال بيسمح للبعض من المقاتلين والقائمين على الأعمال السينمائية إن هم يستمروا في ضخ الأعمال السينمائية وينزلوا يشوفوا أشغالهم ويصوروا أعمالهم ويعملوا عمليات المونتاج والمكساج. دي كلها تساؤلات هنحاول النهارده نعرضها بقدر كبير جدا من الحيدة والموضوعية والشفافية فقط على شاشتنا، شاشة نايل سينما من خلال استوديو مصر. اسمحوا لي دلوقتي إن احنا ناخدكم ونروح لجولة في الصحف والمجلات، نتعرف على أهم الأخبار السينمائية مع زميلنا أحمد، ونعود مرة أخرى لنبدأ هذه القضية الشائكة وتناول هذه القضية بمنتهى الحيدة والموضوعية، والسينما تقف أمام الحظر وتقف أمام الإرهاب بكل قوة. في انتظاركم. أهلا بيكم حلقة جديدة في استوديو مصر وفقرة